مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فيديو كسكسي. طبعا كلنا عارفينه، ده الطريقه الجديده اللي هي ماليه الدنيا. فاحنا هنعمل فيها بس فيها خطوات مش كامله، خطوات ناقصه. فانا هكملها معاكم. بص، انا حطيت سمنه، حطيت حدود كوبايه دي سميد زي زي ما شفتها بالظبط، كوبايه واحده. حطيت الكوبايه وقعدت اقلب شويه كده، يعني شويه صغيرين. وهضيف كوبايتين ميه مغليه، مش هضيفهم كلهم مره واحده. هضيف الاول كوبايه وبعدين الكوبايه التانية. ومش هننسى رشة الملح. قعدت اقلب فيها كده شوية. بصوا بقى، اهم حاجة خطوات في الكسكسي ده ان لازم يبقى مفرفر في الاخر. وانا قعدت اقلب فيه كتير زي ما هما بيعملوا، ما لقيته ما مفرفرش ولا حاجة، لقيته كان مكلكل زي ما هو. ايه الخطوة المهمة؟ هنشوف مع بعض. المهم لايك وشير للفيديو، يا ريت اللي مشتركش يشترك في القناة. هنا هضيف، طبعا كان خلاص سخن. هضيف المية المغلية دي، حطيت كوباية وبعدين هحط الكوباية التانية. هقلب شوية زي ما انتم شايفين كده. بقى هيبقى شبه كتلة العجين اهو، بقى شبه كتلة العجين بالظبط. هحط الكوباية التانية اهو. خلاص كده، هقعد اقلب فيه تقليبه على النار كتير جدا. يعني الخطوة دي اخدت ملحوظة فيها، ايه ده كتير قوي، يعني هقعد اقلب كتير على نار هادية. جربت ان انا يعني احاول اشيله من على النار شوية، لقيته زي ما هو معجن، زي ما هو زي ما انتم شايفينه كده، ولازق في بعضه يعني كتلة واحدة. قعدت اغير المعلقة حتى في الاخر برضك لقيتها زي ما هو بيكور، بس كور كبيرة جدا. يعني بصوا، يعني حاولت حتى افرفر بالمعلقة كتير، مفيش فايدة. فانا درجة زهقت، يعني ده وقت كتير جدا على النار وبقلب بالمعلقة. غيرت المعلقة عشان قلت ايه، افرفر بمعلقة تانية خشب، مفيش فايدة. بالسيليكون برضك مفيش فايدة، ما فرفرش خالص. فانا متاكده ان الخطوه دي بتعملوها، بس هي مش بتتجاب في الفيديو. فانا قلت اوريها لكم برضك عشان تعرفوا ان بدل ما هناخد وقت كتير على النار، اول ما هيعمل كور كبيره كده. شايفين؟ هو انا جبت شوكه حاولت افرفر بيها برضه مفيش فايده. ما مش بياخد الوضع اللي هو الكسكسي اللي هو مفرفر ده، وبيبقى الحبيبات شبه السكر كده. بصوا بقى، انا الخطوه المهمه جدا ولازم تعملوها، وهتسهل عليكم وقت اقل من على النار. ضربه في الكبه. زي شايفين انا بوريكم الكور كبيره قوي، يعني بحاول افرفرها بايدي. بتفرفر بس بتاخد وقت، انا مش هفرفر كل واحده بايدي يعني. ضربه واحده. بصوا، يعني ضربة خفيفة هيبقى زي شبه الكسكسي بالظبط فعلا. الخطوة دي مهمة وما فيش حد جابها، فياريت تعملوها. بصوا هوريكم، بصوا فرفر ازاي، يعني مخدش وقت في الكبة، فرفر بسرعة جدا. ده الكسكسي. لكن اللي على النار ده وبيفرفر في النار على النار ده لا، مش حقيقي. ارش طبعا سكر زي ما انتم عارفين، واللي بيحب باللبن برضك تمام، هو طعمه حلو وخفيف وكل حاجة. بس زي ما قلت لكم، الخطوة المهمة اضربوه ضربة في الكبة يا جماعة. لو ما فيش الكبة ممكن في الخلاط برضك ضربة صغيرة، هو ما بياخدش وقت، يعني ناعم وجميل. وفعلا طعمه حلو. فيا ريت تجربوه. جربوا خطوة الكبة دي، تضربوه ضربة في الكبة. شايفين مفرفر زي الحبايبات، أكبر من السكر شوية.